كمحلل مالي أكيد دايما عندك تحديات في اتخاذ قرارات مظبوطة بناء على الأرقام والبيانات. طيب إزاي تقدر تضمن إنك ماشي على الطريق المظبوط؟ الجواب هو بكل بساطة النمذجة المالية، فتعال شوف إزاي تقدر تستخدمها علشان تحلل المخاطر وتوصل لأفضل قرارات. يعني إيه نمذجة مالية؟ ببساطة النمذجة المالية في أساسها هي مجرد شكل من أشكال النموذج بس في عالم البيزنس. طيب يعني إيه نموذج؟ هو ببساطة تمثيل مبسط للواقع. مثال بسيط على كده هو الخريطة أو الماب. فلما تفكر في الخريطة هتلاقيها بتبسط الواقع وبتورينا إزاي نروح من نقطة A لنقطة B، ونركز بس على التفاصيل اللي تهمنا زي الشوارع اللي هنمشي فيها، وتتجاهل حاجات مش مهمة زي الشجر والمباني اللي موجودة على الطريق أو العربيات اللي ماشية حوالينا. ولو حاولنا نحط كل تفاصيل الواقع الخريطة هتكون معقدة وصعب جدا نقراها. النموذج المالي أو الفاينانشال موديل بيعمل نفس الفكرة. كل قرار كبير في الشركات بيتخذ بناء على هو القرار ده هيحقق كام أو هيكلف قد إيه. الشركات محتاجة طريقة تفهم بيها تأثير القرار من غير ما تغرق في تفاصيل ملهاش أي لازمة، وهنا بيجي دور النمذجة المالية أو الفاينانشال موديلنج. فالنمذجة المالية معناها إننا نقيم التدفقات النقدية أو الكاش فلوز اللي متوقعينها المشروع أو بيزنس في المستقبل، وكمان المخاطر أو الريسكس اللي موجودة حواليها، وبنجمع المعلومات ديت ونبدأ من التدفقات النقدية الحالية اللي هي الكرنت كاش فلوز ونتوقع إيه اللي ممكن يحصل قدام، وبعدين نحسب القيمة بناء على المخاطر اللي حوالين البيزنس. وده اللي النموذج المالي بيعمله في الأساس. وفي النهاية النموذج المفروض يلخص لنا شوية عوامل واقعية عن ناتج واحد أو سنجل أوتكم يهمنا. الناتج ده ممكن يختلف من حالة للتانية، زي مثلا صافي القيمة الحالية اللي هي ال NPV أو النت بريزنت فاليو، أو معدل العائد الداخلي اللي هو الانترنال ريت اوف ريتيرن أو ال IRR، أو قيمة السهم الستوك فاليو لشركة معينة، أو حتى مؤشر داخلي internal metric زي نسبة تغطية الدين الديت كافرج ريشيو. أيا كان المؤشر النموذج المالي بيساعدنا نوصل له. النموذج بيساعدنا نركز على المشاكل الأساسية والمخاطر، زي بالظبط ما الخريطة بتساعدنا نوصل من نقطة لنقطة. النموذج المالي برضه بيساعدنا ناخد الشركة من مكانها الحالي للمكان اللي عايزين نوصل له، وده من غير ما نشغل نفسنا بتفاصيل مش مهمة. وعلشان كده النموذج المالي الجيد أو الجود فاينانشال موديل لازم توفر فيه 3 حاجات. أول حاجة إنه يكون بسيط سيمبل، بس مش شرط بسيط لدرجة إنه يخلي الواقع يبان بشكل غلط. تاني حاجة يركز على المحركات الأساسية للتدفقات النقدية اللي هي الكاش فلو درايفرز في البيزنس، يعني اللي بيحرك البيزنس وبيأثر على الفلوس اللي داخلة وخارجة. تالت حاجة يوضح الافتراضات الاسومبشنز وكمان النتائج اللي صناع القرار مهتمين بيها. يعني مثلا لو افترضنا ان الايرادات او الريفينيوز هتزيد 5% كل سنة، لازم ده يكون واضح جوه النموذج. مفيش مشكلة في الافتراضات طالما معلنة وواضحة للي بيقرر. كمان النموذج المالي الجيد بيساعدنا نقيم المخاطر اللي هي الريسكس حوالين القرار اللي هناخده. طبعا في ادوات كتير ممكن نستخدمها علشان نعمل ده، زي تحليل الحساسيه او السنسيتيفيتي اناليسيز، وتحليل نقطه التعادل البريك ايفن اناليسيز، وتحليل السيناريوهات السيناريو اناليسيز وغيرهم. فالنموذج المالي او الفاينانشال موديل بيساعدنا نفهم المخاطر والتعقيدات المرتبطه بالقرارات اللي بناخدها في البيزنس. وفي بدائل تانية للنماذج الماليه التقليديه، زي مثلا ان المدير ياخد القرار بناء على احساسه، او انه يعمل حسابات سريعه كده على ورقه. الحاجات ديت ممكن تكون مفيده كتحقق او كمقارنه سريعه، بس ما ينفعش نعتمد عليها كبديل للنموذج المالي. الناس اللي بتفكر صح عارفه ان النماذج الماليه هي نقطه البدايه لاي قرار مهم. والنماذج الماليه ممكن تكون نوعين. اول حاجه ديترمينستيك، يعني بنحط افتراضات وبعدين نحسب منها المؤشرات والتدفقات النقديه بناء عليها. والنوع الثاني ستوكاستيك، ودي معقده اكتر وبتعتمد على نظريات الاحتمالات. مش هنتكلم عنها كتير في الكورس ده لانها صعب التطبيق ومش منتشره قوي في الاستخدام. واخيرا في حاجه مهمه عايزك تكون عارفها، ما ينفعش تبني نموذج مالي لحاجه انت مش فاهمها. علشان كده احنا بنفترض انك عندك خلفيه كويسه عن التمويل او الفاينانس. فلو حاسس انك محتاج تراجع شويه اساسيات انصحك جدا تتواصل معايا من خلال لينك الواتساب. هرسل لك كتيب مجاني فيه اساسيات عن الفاينانس، مهم جدا تكون عارفها قبل ما تبدا معايا في الكورس ده. اخيرا الكورس ده مدفوع مش مجاني، بس علشان تتاكد من جوده المحتوى بحط لك كام فيديو مجاني علشان تشوف مستوى الكورس هيعلمك النمذجه الماليه بكل تفاصيلها وهيخليك حرفيا تتقنها. ومع الكورس ده هتستلم ملفات تطبيق عملي هتطبق عليها مباشره بمجرد ما تشترك معايا في الكورس. والكورس ما فيهوش اي تنظير، كله عملي وبعيد عن اي حشو ملوش لازمه. فلو حابب تعرف تفاصيل اكتر او عندك اي استفسار تقدر تسيب لي تعليق تحت الفيديو او تتواصل معايا من خلال الواتساب. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.